ازيكم؟ انا النهارده جاي اقول لكم ان محدش مطلوب منه يشتغل تحت ضغط، وان الصحه النفسيه اهم حاجه في الشغل، وده بيبدا من عندك مش من مكان الشغل. انا مريم ابو الفتوح، وده برنامج في الشغل من مسارات. اول حاجه لازم تعملها عشان نفسيتك ما تتاذيش من الشغل هي انك اصلا ما تشتغلش في مكان مؤذي. طبعا مفهوم ان اوقات كتير مش بيكون عندنا رفاهيه الاختيار، خصوصا في الاوضاع الاقتصاديه الصعبه، لكن بيئه العمل من الحاجات المهمه اللي لازم تسال عنها في اي شركه هتشتغل فيها. حاجه بسيطه جدا في البدايه بس ممكن تحول حياتك لجحيم مع الوقت. الشغل في بيئه عمل سيئه عمره ما هيطلع منك حاجه حلوه في شغلك، ده غير انه هيخليك ثابت في مكانك ومش بتتطور، وده على مستوى الشغل، غير بقى اللي هيحصل لك نفسيا وبالتالي جسديا واجتماعيا. طب فرضا اشتغلت في مكان وطلع توكسيك، تعمل ايه؟ ممكن تبدأ تشوف إحساس اللي حواليك الأول، يمكن أنت متأثر بشيء وواخده بشكل شخصي وهو مش كده. ده بقى ياخدنا لتاني حاجة، وهي إنك تفهم إن قوتك النفسية أهم من الشغل. معلومة مش جديدة بس كلنا بننساها، وهي النصيحة اللي معظمنا سمعها في بداية شغلنا وتجاهلناها، إن أهم حاجة سعادتك وهدوءك وسلامك النفسي. خلي بالك كمان إن سلامك النفسي هو اللي هيساعدك تسيب الشغل اللي مضايقك ده وتبدأ من جديد في مكان أحسن، وهو كمان اللي هيساعدك تخرج من باب الشغل سايب هموم الشغل ورا ظهرك. نتكلم بقى في شوية طرق نفسية كده تتجاوز بيها ضغط الشغل. أولهم إنك تتعلم إزاي تهدي نفسك، تبقى عارف اللي بيهديك وبيبعدك عن الضغط علشان هتحتاجه، لازم تكون مفكر فيه من قبل كده، مش ساعة ما تكون مضغوط وتعبان، علشان مخك مش هيساعدك. كمان انت محتاج تهتم بأجازاتك شوية، اطلب الأجازة ولو محتاجها صمم عليها لحد ما تاخدها، وخليك فاكر إن قانون العمل بيديك الحق ده. محتاج برضو تعرف مين الأشخاص اللي بتسبب الضغط وتبدأ تفكر إزاي تتعامل معاهم، وبعد ما تعرف الناس والحاجات اللي بتضايقك حط حدود معاهم عشان لما تحس إنهم هيأثروا عليك ابدأ ابعد أو خد موقف. ولو كل ده فشل اتعلم تطلب المساعدة، خد النصايح من الناس اللي عندها خبرة وخد منها اللي يناسبك واعمل بيه. ومش عيب أبدا إنك تلجأ لمساعدة طبية متخصصة لو حاسس إن الفضفضة والنصايح مش بيساعدوك. وأخيراً خليك فاكر إنك مش آلة، وإنك محتاج صحتك النفسية في حياتك كلها مش في شغلك بس. هنستناكوا تحكوا لنا إزاي عديتوا مشاكلكم النفسية في الشغل، ونتقابل الحلقة الجاية.